هو ايه اللي حصل؟ يعني هو ازاي ده حصل؟ انا مش مستوعب، يعني انا مش مستوعب النهاية، مش مستوعب النتيجة. يعني انا مهيئ نفسي ان انا طالع اتكلم عن مباراة كسبناها بفوز مريح وفوز سهل، وانها اصلا مش هتكون مقياس للمنتخب، وما ينفعش ان احنا نتغر بالفوز على موزمبيق لان انت قدام منافس ضعيف. وكلنا تقريبا كنا مهيئين نفسنا على ان احنا هنلعب مباراة سهلة وضامنين اول 3 نقط مع منتخب موزمبيق. وزاد الاحساس ده عندنا اكتر لما بدأنا المباراة بهدف اللي سجله مصطفى محمد في اول دقيقتين. لكن واضح الاحساس اللي كان عندنا ده هو نفسه الاحساس اللي كان عند اللعيبة، هو نفسه الاحساس اللي كان عند روي فيتوريا مدير الفني لمنتخبنا، ان كلهم كانوا مستسهلين المباراة. وبان ده حتى في بدايتك في المباراة او بدايتك للمباراة بالتشكيل اللي كان اقرب لتشكيل هجومي بتلعب بطريقة 4-2-3-1، او حتى تقدر تقول 4-2-4، لان احمد زيزو كان هو الجناح، وكان مصطفى محمد صلاح كان ضامم لجوه مع مصطفى محمد، والناحية التانية تريزيجيه. وبتلعب بس باتنين في قلب الوسط، محمد النني وحمدي فتحي. ومحمد النني كنت بتلعبه في مركز 6 اللي هو اساسا ما يعتبرش مركزه قوي، لكن على اعتبار ان انت هتلعب جيم هجومي والامور هتبقى سهله بالنسبه لك، والمنتخب اللي قدامك المنتخب الموزمبيقي هيساعدك على ده، لان هو هيلعب بتكتل دفاعي طول الوقت ومش هيخاطر معاك او مش هيهدد مرماك. لكن اللي شفناه في الشوط الاول ان المنتخب الموزمبيقي ما كانش الصيد السهل المستأنس اللي ما بيروحش على مرماك تماما، بالعكس هدد مرماك مره واثنين وثلاثه، وتحديدا من ناحيه محمد حمدي ناحيه الشمال، وكره تانية اللي طلعها محمد الشناوي اللي كان هيحطها اون جول محمد حمدي. وبالتالي الشوط الاول باين لك ان عندك ديفوهات في الهجمات المرتده، لان لا حمدي فتحي بيرجع يسند مع محمد حمدي، ولا احمد سيد زيزو بيرجع يسند مع محمد هاني. فانت بان ان عندك مشكله في خط النص تحديدا بتخلي الدفاع بتاعك مكشوف، مع كمان وجود محمد النني اللي هو كمان بيزيد عدديا مع حمدي فتحي. فانت يا فيتوريا شفت ده في الشوط الاول، والحمد لله ربنا سلم وعدت على خير. عدل ما بين الشوطين، يعني بان ان المنتخب اللي قدامك ده لا مش ميح، مش زيرو هجوم، مش ناوي ما يهاجمش مثلا، لا بيهاجم وابتدى يهدد. وحتى الكام فرصه اللي جات له في الشوط الاول ادت له ثقه. فبلك ده ما بين الشوطين، عدل بقى، لعب 1-6 صريح، نزل مروان عطية، طلع محمد النني او طلع احمد سيد زيزو، والعب بمروان عطية وقدامه محمد النني وحمدي فتحي، رغم ان احمد مصطفى زيزو كان بيعمل اللي عليه برضه وكان بيدي زيادة هجومية. لكن انت ما تدخلتش باي شكل من الاشكال ما بين الشوطين. فكانت النتيجة ان انت في اول 10 دقايق بتتخطف بجون واتنين، في وسط تغطية دفاعية وغفلة دفاعية غريبة جدا من محمد عبد المنعم ومن أحمد حجازي. وأحمد حجازي تحديدا واضح إن هو بعيد عن مستواه بسبب غيابه عن المباريات والفترة الطويلة اللي كان فيها للإصابة. وحسيت في بعض اللحظات في المباراة دي إنه مش جاهز بنسبة 100% فنيا إنه يلعب المباراة. خطفت في الجون الأول بضربة عرضية غريبة، والراجل طالع لوحده براسه بيحطها، مفيش أي حد طالع معاه. ما لحقتش حتى تعدل بعد الجون الاول، والجون التاني جه بسبب التغطيه الدفاعيه السلبيه لخط النص. ما انت خط النص ورا ظهر النني مفتوح، الكرة اتردت بالهجمة المرتدة، عدوا من محمد عبد المنعم، عدوا كمان من احمد حجازي اللي ما قدرش حتى يفتح السبرنت. اتخطفت في 3 دقايق او في 5 دقايق بسبب انك يعني كل اجراس الانذار اللي سمعتها في الشوط الاول ما اديتلهاش اهتمام. يعني كل الانذارات اللي اداها لك منتخب موزمبيق في الشوط الاول انت ما اديتلهاش اهتمام، وما عملتش اي تعديل يوضح او يظبط الدنيا، وخصوصا انت كان معاك انت اليد العليا او التقدم. وطبعا انت في الشوط الاول ضيعت فرص كتير، والمباراه كلها تعتبر ضيعت فرص كتير جدا. الحاجه التانيه في الشوط التاني ابتديت بقى تفوق متاخر، حتى تغييراتك برضو ما عملتش الإضافة القوية. يعني انت خرجت محمد هاني، نزلت عمر كمال، خرجت تريزيجيه الراجل كان شغال، نزلت مرموش برضو، هي نفس المراكز، بتغير مراكز مش اكتر. في حين ان انت عندك مشكلة في نص الملعب ما حلتهاش. فين وفين لما خرجت محمد النني وابتديت تنزل امام عاشور، وامام عاشور لما نزل عمل لك فعاليه وعمل لك ضغط في نص الملعب رغم ان انت نزلته في وقت متاخر. آه، طيب نزلت احمد حسن كوكا وخرجت زيزو. انا مش فاهم التغيير ده الحقيقه. يعني احمد مصطفى زيزو هو اللي كان بيدي لك عرضيات، هو اللي كان عامل لك فعاليه شويه ناحيه اليمين، لان محمد صلاح كان يعني اقول ايه مسلم نفسه للرقابه اللصيقه والدفاعات بتاعت خط الخلفي الموزمبيق. وبالتالي اللي كان بيعمل لك الحراك ناحيه اليمين شويه هو احمد مصطفى زيزو. فانت خرجته الراجل اللي المفروض هو يعمل لك عرضيات او هو بيدي لك المسانده ناحيه اليمين، ونزلت
كوكا جنب مصطفى محمد، ماشي عايز تعمل ملو جوه الصندوق، لكن هو بالمناسبه مش بالضروره ابدا. انا بحب صلاح وكل حاجه، بس هو مش عيب ولا حرام ان انت تخرج صلاح. هل صلاح بمستواه النهارده يستحق انه يكمل ال 90 دقيقه؟ ده سؤال ليكو. انا عن نفسي مستغرب، انا راجل بحب صلاح ومقتنع ان هو نجم مصر الاول ما لا خلاف، بس صلاح النهارده يا جماعه مش حلو. صلاح النهارده لا يستحق ان هو يكمل 90 دقيقه. ايه المشكله ان انت كنت عايز تنزل احمد حسن كوكا وتعمل زياده عدديه باتنين روس حربه طوال علشان الكرات الطوليه اللي اغلبها ما كانتش بتاعتك، وتتخرج محمد صلاح عادي يا جماعه، مش عيب ولا حرام والله، يعني هو مش عيب ولا حرام. ولا هو فرض كمان ان محمد صلاح هو اللي يلعب ضربات الجزاء. محمد صلاح يا جماعه بقاله فتره بيلعب ضربات الجزاء وحش، من ساعه مباراه السنغال اللي كانت في تصفيات كاس العالم، تذكروا المباراه الفاصله، شاطها وحش وطلعت. سيبك بقى من الليزر، وكان هو شاطها وحش، شاط الكرة وحش في مباراة تنزانيا الأخيرة الودية، ولولا ستر ربنا خبطت في العارضة وخبطت في ظهر الراجل ودخلت. وهو يخش تاني وبرضه تخبط في العارضة. بيعملها وحش يا جماعة. عندنا لعيبة تانية كتير تقدر تسدد ضربات الجزاء، اشمعنى صلاح؟ هو مش فرض، يعني مش عشان هو النجم الأول وهو كابتن المنتخب يبقى كل حاجة حكر عليه. فالحقيقة اللي حصل النهاردة ده درس كويس ان احنا عدينا منه بنقطة. سبحان الله احنا كنا مستنيين ان احنا نحتفل بفوز كبير وعريض وسهل، حمدنا ربنا وبوسنا ايدينا وش وظهر وفرحنا ان احنا لحقنا نقطة التعادل في اخر دقيقة، لان لولا ضربة الجزاء دي ما كنتش هتعرف تسجل. هم خلاص قفلوا دفاعاتهم 10 على 10. ده غير طبعا ان هم عمالين يقعوا يمين وشمال، وده حقهم الطبيعي لان هم متعادلين مع منتخب مصر. المنتخب ده يا جماعة بالمناسبة لعبناه 5 مرات قبل كده، قبل ماتش النهارده ما سجلش فينا ولا جول. فانت في 3 دقايق سجلت جونين، فهم مش مصدقين نفسهم. فانت لولا ضربه الجزاء ولولا مصطفى محمد اللي هو كان النهارده افضل لاعب في المباراه، انت ما كنتش اصلا كسبت. فدرس الحقيقه لازم نتعلم منه، فيتوريا لازم ياخد باله. فيتوريا لازم يكون قراراته اسرع من كده وتدخلاته اسرع من كده واكثر تاثيرا من كده. و... واحنا عندنا في القائمه 27 لاعب، فمش بالضروره ابدا لما يكون في لاعب اوت اوف فورم او مش في احسن حالاته ان هو يكمل وخلاص لمجرد اسمه، ولا مجرد ان هو شايل الشاره، ولا لمجرد ان في لعيب تاني بيلعب في نادي في الدوري الانجليزي محمد النني يكمل في الملعب طالما هو مش احسن حاجه. محتاجين يا جماعه نفوق، عندنا مشاكل كتير. الربط ما بين الدفاع وخط النص مش احسن حاجه، ومش هينفع بوجود النني في مركز 6 خالص. هو يلعب 8 جنب حمدي فتحي لو انت عايز تلعب، خصوصا انت الماتش جاي عندك غانا، مش هيسموا عليك. نفس الدرس كده اللي احنا خدناه في بطولة الكاميرون. عموما انا لسه برضو متفائل ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. مش يعني بلاش برضو يبقى عندنا الاكستريم في كل حاجة، الاكستريم في اظهار التفاؤل او الاكستريم في اظهار التشاؤم لما يظهر اداء ماتش مصر النهارده في الماتش بالشكل ده، لانها اول مباراة وانت مع الوقت بتاخد حساسية المباراة وبتدخل فورمة المباراة. وان شاء الله اللي جاي احسن. ابعتوا لي برضو ارائكم وتعليقاتكم، ايه اسباب التعادل النهارده، ايه اسباب الشكل اللي احنا ظهرنا عليه. استنى ارائكم في التعليقات واشوفكم على خير.